بص يا سيدي، علمونا في المدارس ان فاسكو دي جاما واحد من اعظم الرحالة. اكتشافاته اثرت على التاريخ العالمي، خصوصا انه اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح، وده كان بمساعدة احمد بن ماجد الرحالة العربي. وفعلا فاسكو دي جاما واحد من اشهر وانجح الرحالة في اوروبا. فاسكو دي جاما أول واحد أسس مستعمرة برتغالية، وكان أول أوروبي يوصل للهند عن طريق البحر. لكن اللي ما جاش في الكتب الدراسية إنه كان مجرم وسفاح، وكان بيقوم بكل أعمال القرصنة. المراجع التاريخية بتقول إنه كان بيكره المسلمين لدرجة إنه ارتكب مجازر بشعة في حقهم. البرتغاليين كان ليهم البداية في استكشاف سواحل أفريقيا. المستكشف البرتغالي دييغو كاو اكتشف مصب نهر الكونغو، وكمان وصل لأنجولا وناميبيا. يتولد فاسكو دي جاما سنة 1469 ميلادية. يتولد في مدينة سينز جنوب غرب البرتغال. عيلته كانت غنية، أبوه كان حاكم المدينة، وأمه كانت من أصل إنجليزي وكانت قريبة ملك البرتغال وقتها. فاسكو دي جاما درس الرياضة وعلم الفلك والملاحة، وهو عنده 11 سنة التحق بمنظمة فرسان سانتياغو، ودي كانت منظمة مسيحية عسكرية تبع الملك البرتغال وقتها جواو الثاني، واللي حكم البرتغال من سنة 1481 ميلادية. سنة 1495 يموت الملك جواو الثاني، ويجي بعده يحكم البرتغال الملك مانويل الأول، واللي يطلب من فاسكو دي جاما انه يخرج في رحلته الاستكشافيه الاولى، الرحله اللي كانت للشرق عن طريق جنوب افريقيا، لان البحر الابيض المتوسط وقتها كان تحت سيطره الدول الاسلاميه، خصوصا اساطيل المماليك والدوله العثمانيه. بعد سنتين هيخرج فاسكو دي جاما في اول رحلاته للاراضي الهنديه. الرحله في شكلها الخارجي كانت رحله تجاريه، لكن أهدافها كانت غير كده. أهداف الرحلة الرئيسية كانت البحث عن مملكة الكاهن يوحنا، والتحالف مع المملكة ضد الدولة العثمانية. مملكة يوحنا مملكة عسكرية مسيحية أسطورية، يقال إنها كانت موجودة في آسيا الوسطى أو شرق آسيا أو في أثيوبيا. كتير من الرحالة دوروا عليها، وكان ما بينهم الرحالة الإيطالي ماركو بولو، واللي قال إنه لقاها في الصين في القرن ال13. فاسكو دي جاما خرج من البرتغال يوم 8 يوليو سنة 1497 ميلادية. كان معاه اسطول صغير مكون من 4 سفن و200 عسكري. في الاول خد الطريق الغربي في المحيط الاطلنطي، وبعد كده خد الطريق الجنوبي من خلال جزر الكناري، ومن بعدها وصل لجزر الراس الاخضر واللي كانت قصاد السواحل الغربيه الافريقيه، وبعد كده خد دوره كبيره لحد ما وصل قرب السواحل البرازيليه، وبعد كده عدى على جزيره سانت هيلينا، وبعدها وصل لطريق راس الرجاء الصالح، ومنها دخل على المحيط الهندي، وفضل ماشي في المحيط لحد ما وصل ميناء كاليكوت الهندية. هناك قابل الملك زامورين واللي رفض كل العروض التجارية. يرجع فاسكو دي جاما للبرتغال من رحلته الأولى. فاسكو دي جاما ملقاش مملكة الكاهن يوحنا، وكمان قابل عدد قليل قوي من المسيحيين في رحلته، ده غير ان خيبته الكبيرة ان الملك الهندي كان يدين بالديانة الهندوسية مش المسيحية. فاسكو دي جاما قرر رحلته مرة تانية، الرحلة اللي خرجت سنة 1502 من مدينة لشبونة. المرة دي كان معاه اسطول بحري كبير، اسطول كان مكون من 10 سفن عسكرية، ده غير 5 سفن كان بيقودها افراد من عيلته. في البحر قابل سفينة مصرية كانت بتنقل الحجاج اللي كانوا راجعين من مكة. سرق السفينة وحرقها وقتل كل اللي كانوا موجودين فيها، حتى النساء والأطفال اللي كانوا موجودين على السفينة. بعدها كمل في طريقه لحد ما وصل شرق أفريقيا، وعدى على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية، ومنها وصل لمدينة جاوا الهندية. في الرحلة دي كان بيترصد السفن التجارية العربية. قابل سفينة عليها 400 مسافر عربي منهم نساء وأطفال. فاسكو دي جاما هاجم السفينة وسرق كل اللي فيها، وبعد كده حرقها بكل الناس اللي عليها. فاسكو دي جاما كان زي أي برتغالي في الزمن ده، كان مغرم بمحاربة الدين الإسلامي. كره الإسلام كان قوي في البرتغال في الفترة دي، خصوصا إن الملك مانويل الأول كان بيحلم بالقضاء على الدين الإسلامي، وهنا العنصرية كانت بتشمل كله. فاسكو دي جاما كان بيكره كل ما هو إسلامي، لكنه عمل مجازر في حق الشعب الهندي. لما سافر الهند طلب منهم منع دخول المسلمين للأراضي الهندية، وحاول يعمل اتفاقية فيها امتيازات وإعفاءات للشعب الهندي، وده كان مقابل إنهاء الوجود الإسلامي. الهنود رفضوا الكلام ده. فاسكو دي جاما ما سكتش وضرب مدينة كاليكاتا الهندية، ودخل معاهم في حرب لمدة 3 أيام، وأسر عدد كبير من العساكر وأعدمهم على السفن بتاعته بعد ما قطع أجسامهم. بعد كده طلع على مدينة كيلوا اللي موجودة حاليا في تنزانيا، وهدد بضربها لو حاكم المدينة مش بايع الملك البرتغالي، وأجبر الحاكم على تنفيذ كل حاجة هو عايزها. بعد كده طلع على مدينة كاليكوت الهندية علشان يعاقب الحاكم بتاعها، واللي ادى امتيازات للتجار العرب اللي عنده، ورفض منح
منح فاسكو دي جاما مرفأ تجاري. فاسكو ضرب ميناء المدينة وقتل 38 رهينة، ولكنه فشل مع حاكم المدينة، فخد الأسطول اللي معاه وطلع على مدينة كوتشين، واللي كانت على بعد 100 كيلو جنوب مدينة كاليكوت الهندية، وهناك بنى أول مرفأ تجاري برتغالي في آسيا. وبعد كده يقرر إنه يرجع البرتغال ويستقر شوية، ودخل في راحة اختيارية استمرت 20 سنة. لكن سنة 1524 يتعين نائب للملك في الأراضي الهندية علشان يحارب الفساد في الموانئ البرتغالية في آسيا. وخرج فاسكو دي جاما مع أسطوله في نفس السنة، ويوصل بالأسطول بتاعه لمدينة كوتشي الهندية، لكنه يصاب بمرض الملاريا ويموت السفاح سنة 1524 ميلادية، ويدفن في الأراضي الهندية، لكن رفاته بعد كده تتنقل للبرتغال. فاسكو دي جاما كان ليه الفضل إن البرتغال تبقى دولة استعمارية، لأنه قدر يسيطر على الموانئ التجارية في المحيط الهندي، وبقت رحلاته ملحمة وطنية برتغالية. في كاتب اسمه مايكل هارت عمل قائمة تاريخية، قائمة بتضم أكتر الأشخاص اللي أثروا على التاريخ الإنساني. جه فاسكو دي جاما في الترتيب رقم 86 في القائمة. سنة 98 اتردد الهنود إنهم يحتفلوا على مرور 500 سنة من مرور فاسكو دي جاما على الأراضي الهندية، خصوصا إنهم شافوا التأثير السلبي الكبير اللي سابه في التاريخ الهندي. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد عوض، واستنوني الحلقة الجاية. سلام.